الله اكبر. فالموضوع الثاني انتم الله اكبر. بالمناسبه عندنا استعداد. انا فكرت افكرها وقلت حاجات وانا وعد الكلام بتاعي. انا اقف عند الكلام من هذا المنبر بقول انه السودان سيسود العالم. نعم السودان سيسود العالم. السودان سيحكم العالم يا اخواننا. انظر الى الكلمه السودان من السياده، السواد من السياده. انا مقشر سوداني ابيض من البيوض، قال لهم البيوض طيله المقشرين مؤجل. لكن السودان سيحكم العالم يا اخواننا. كيف؟ امريكا اسي انتوا بتفكروا انها 55 ولا 50 ولايه ولا ده كلام فاضي. ده كلام فاضي. لو سالنا اي واحد من الناس دي ادونا يا اخواننا الولايات عدولي والله ما بتتعدى 9 10 9. لكن في حقيقه الامر ما اكثر من 13. اما الخريطه دي بيجيبوا لك على الخريطه دي بيكبروها بالكمبيوتر. دارين يخوفوا المسلمين والعرب. لكن السودان ما بيخاف. السودان سيحكم العالم. امريكا دي ما بتاخد 6 ساعات مع السودان. والله 6 ساعات كثير. نمشي ليهم الصباح نتغدى في بيوتنا. والله سنجعلها مغبره. احنا مخلي لنا 2 ولايات فيرجينيا وتكساس. دي مغابر. بتفضيها مغابر لهم. سنجعلها مغبره. سنغبرهم في ذلك المكان. اما اسرائيل دي ما بتاخد يا اخي نص ساعه كثير. والله يرسلون بنات الجامعه يدقوهم دق لما يحتاروا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سنحكي معاهم يا اخواننا. اصل العرب المفروض كل واحد يضبط له فيزا بنفسه. شو له علاقات في السودان ضبط فيزتك حتيجي عندنا. سيتدفق البترول يا اخواننا في السودان. سيتدفق البترول. سلة الغذاء. اما تحليه مياه البحر المالحه جبت خطه للعرب. اي منطقه اي دوله فيها بحر ما في اي خساره. اقتصاد. واخذت وسام الاقتصاد في المساله دي. 100 كيس سكر كبه على الشاطئ اسحب مويه حلوه عديل. تحليه مياه البحر المالحه. سننتصر باذن الله. طيب مشروع السواكن يا زول، مشروع محمية السواكن اللي في كردفان. والله العرب احنا والله مساكين. ليه؟ والله عندي مشروع لكم يا اخواننا. انا بكلمكم في شنو وانتم من اكلات اللحوم. قال لك السواكن واللحم والحين يا اخي ما وسع افكارك. خلي عندك افق افق